لو تأملت كده بدقة قوي، هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى على مر السنين، على مر عمر الأرض اللي لسه ما انتهاش، وهو بيبعت رسل وأنبياء، رسل بكتب، كتاب لسه معانا لحد الآن كمسلمين موجود في بيوتنا، القرآن، وفي الإنجيل وفي التوراة، وفي رسل وأنبياء ما كانش ليهم كتب، عشان يقول حاجة واحدة بس: أنا موجود. إذا أنا فين من حياتك؟ رسل وأنبياء ملهمش كتب، انت معاك كتاب، لو قعدت تقرا فيه كتير هتلاقي فيه تفاصيل عن الحياة، بنسميها جانب الدين والإفتاء، بس في كلام لسه موجود لحد الآن كله عمال بيتكلم عن الإيمان والتوحيد وربنا، وبص أنا عملت الجبال إزاي وده اللي انت اللي خلقته ولا أنا طب ما هو أنا مسلم، يعني معايا الكتاب، ليه ده موجود؟ عشان يقولك أنا موجود. إذا أنا فين من حياتك؟ كلنا بنفتكر كمسلمين إن إحنا كده تمام، في الحتة المضمونة الأمان، بس الحقيقة إحنا بنبقى محتاجين نحس بالشيء. الإيمان أصلا إحساس، وربنا بيعامل قلبك، ولما ترجع له هيسأل عن قلبك، فهل انت قلبك شاعر أصلا بوجوده؟ شفت فيديو من شوية، فيديو لكوتش كتمرين عن انه استشعر نعمة واحدة بس من اللي ربنا أنعم عليك بيها. تستشعر، يعني حاول تحس، زي ما احنا كبني ادمين كده ممكن اجي اقولك يا اخي حس بيا، مش طالبك تعمل، طالبك تحس، يعني انا بخاطب احساسك، حركه لو سمحت كده ناحيتي. هو ربنا بيقولك كده، حرك احساسك ناحيتي، فتستشعره نعمة واحدة. فجيت احاول، يعني لسه هبدأ بقى استشعر نعمة، لقيت ان انا متغرقة بالنعم. يعني انا اللي نفسي في ونفسي فيه ونفسي في، يعني نفسي في حاجات كتير، انا متغرقة نعم. ده انا نعمة واحدة بحبها دي عندي اقيسها بالدنيا، بالك نعم كتير، مش هقدر اعدها. فحسيت فجأة ان انا كان احساسي ناسي انه ربنا اللي خلقني، اللي جابني اصلا. لو انا بتكلم عن ابويا وامي بقى، ده انا هتكلم عن ربنا اللي جابني، مديني، عمال بيديني. انت اللي عايز فلوس، لو ركزت هتلاقي ربنا مديك فلوس اصلا، بس انت عايز اكتر، بس هو مديك فلوس كتير. يعني مثلا ده انا بقول ابسط حاجة، انت ممكن تنزل تاكل اكلة في مطعم حلو جميل، ربنا اللي انعم عليك بده، مش الفلوس اللي انت تعبان وشقيان، ربنا اصلا اللي انعم عليك بده. فعدوا بقى، وهو قال يعني مش هتقدروا تعدوا النعم اللي انا انعمت عليكم بيها. فاللي عايزه اقوله انه احنا كل اللي محتاجينه ان احنا نحس. وعذابنا في الدنيا، عذابنا في الدنيا اوقات، مش اوقات، هو عذابنا في الدنيا بيبقى احساسنا. احنا بنبقى متعذبين اوقات باحساسنا، عايز الحاجه ومش لاقيها، فانا متعذب عشان انا عايزها ومش لاقيها. فالقصه ان انت تحس، انت بقى استشعر الحلو، وده اللي ربنا عايزه منك، حس بوجوده. وانا بعشق سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. ربنا بيخاطب ائتلافهم للنعمة اللي فاكرين إنها منهم، لإيلاف قريش.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إنه انتوا ألفتوا بقى الرحلة دي إنه انتوا اللي جامدين بس دي مش الحقيقة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عبودوا ربنا، هو اللي أنعم عليكم بأنكم ما تبقوش خايفين في الرحلة دي وما تبقوش مهددين، وإن انتوا تقدروا تجيبوا القوت بتاع تقريبا كانت السنة عندهم أو كده. انتوا تلفتوا النعمة، افتكروا اللي أنعم عليكم بيها. بيفكرهم انتوا ائتلفتوا النعمة اللي أنا أنعمت عليكم بيها، أنا اللي أمنتكم من خوف، وأنا اللي أطعمتكم من جوع، أنا اللي أنعمت عليك. أنا فين من حياتك؟